ضع سماعاتك، غمض عينيك، واستعد لسماع الحكاية من البداية للنهاية. كان يا مكان يا سادة يا كرام، وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، سقا طيب وغلبان اسمه جميل. جميل السقا كل يوم بالمية يملى جرته ويلف بيها في الأسواق. ما هي دي كانت شغلته، يبيع المية للناس، وطول ما هو ماشي يحكي حكايات ومواقف وطرائف ليها العجب. كل الناس كانت تحبه لجمال أخلاقه ونظافته، ده غير بقى وشه البشوش وقلبه الطيب. ولأن سيرته سابقاه، سمع الملك عنه فطلب من وزيره انه يستدعي عم جميل السقا للقصر في التو والحال. راح الوزير وفضل يلف في الأسواق ويدور عليه، ولما لقاه أخده معاه والقصر الملك وداه. وأول ما الملك شافه رحب بيه وقال له اعمل حسابك من اللحظة دي انت هتشتغل هنا في قصري وبس، تسقي ضيوفي وتقعد جنبي تحكي لي كل المواقف والحكايات والطرائف اللي حكيتها للناس من قبلي. يرد جميل السقا ويقول سمعا وطاعة يا مولاي، ويرجع جميل لزوجته ويبشرها بالخبر السعيد اللي أكيد هيغير حياتهم للأفضل. تاني يوم لبس جميل أحسن لبس عنده، غسل جرته وملى ميته وراح لقصر الملك. وأول ما دخل القصر لقى ضيوف الملك قاعدين وحواليه متجمعين، وزع عليهم المية وقعد جنب الملك يحكي له حكايات وطرائف كلها تموت من الضحك. وفي آخر اليوم ياخد أجره ويرجع لبيته يفرح زوجته. ويوم ورا يوم ورا يوم تمر الأيام والسقا في سعادة وانسجام. تمر الأيام ويزيد حب الملك للسقا وتزيد ثقته فيه، لحد ما الوزير ابتدى يغير. وهنا يقرر الوزير انه يكسر الثقة دي. ويا ترى يا هل ترى الوزير ناوي على ايه؟ في يوم من الايام كان السقا خارج من القصر وراجع لبيته. نادى عليه الوزير وقال له يا جميل، انا عاوز اقولك سر خطير، الملك بيشتكي من ريحة بقك الكريهة. جميل السقا اتفاجئ من كلام الوزير، اصل عمر ما حد اشتكى منه والكل بيحبه بسبب نظافته واهتمامه بنفسه. وهنا جميل سأل الوزير طيب شور عليا يا وزير، اعمل ايه علشان ما اذيش الملك بريحة بقي؟ الوزير قال له كل اللي عليك انك تحط لسان وتغطي بقك وانت جاي على القصر. رد السقا الطيب حاضر، ان كان كده اعمله، حاجة سهلة وبسيطة، المهم الملك ما يتضايقش. تاني يوم صحي السقا من النوم، لبس اجمل الثياب وحط اللسان وغطى بقه، غسل جرته وملى ميته ومشي على القصر زي عادته. واول ما شافه الملك استغرب جدا، بس ما سألوش عن سبب اللسان اللي حطه حوالين بقه. وفي يوم سأل الملك الوزير يا ترى يا وزير ايه السبب اللي مخلي جميل السقا يحط لسان حوالين بقه؟ رد الوزير اخاف اقولك يا مولاي فتغضب ويكون نتيجة الغضب ده انك تقطع راسي. رد الملك لا 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 لا، ما تخافش يا وزير، قول اللي عندك، ما تخافش غير من اللي خلقك، اتكلم ولك مني الأمان. رد الوزير الحقيقة يا مولاي إن جميل السقا بيشتكي من ريحة بقك الكريهة. رد الملك أنا؟ ريحة بقي أنا؟ يغضب الملك ويتضايق. ولما يروح الملك لزوجته يحكي لها على اللي قاله الوزير، ترد الزوجة معقول؟ بس السقا ده معروف بحسن طبعه والكلام ده لا يمكن يطلع منه. على العموم اي حد يا مولاي يحاول يقلل من شأنك اقطع راسه في التو والحال، بس الصح بيقول انك لازم تتأكد الاول من اصل الكلام. رد الملك
عندك حق. وبعد تفكير طويل نادى الملك على الجلاد: اسمع يا جلاد، اللي تشوفه خارج من باب القصر وفي ايده باقة ورد اقطع راسه، وده سر وما تقولش لحد. قال الجلاد: سمعا وطاعة يا مولاي. ولما حضر السقا وزع المية على كل الموجودين زي عادته. ولما جه وقت رجوعه للبيت نادى عليه الملك واداله باقة من الورد وقال له: دي هدية مني لك. وقبل ما يخرج السقا من القصر شافه الوزير فنادى عليه وسأله: مين ادالك الورد ده؟ رد جميل وقال له: الملك هو اللي بالورد هداني. أخد الوزير الورد من السقا وقال له: أنا أحق بالورد ده منك. السقا كان مستغرب جدا من رد فعل الوزير، بس ما اعترضش، ساب الورد ومشي. ولما جه الوزير يخرج من باب القصر شافه الجلاد وهو شايل في ايده باقة الورد، فقطع راسه في التو والحال. وتاني يوم دخل جميل السقا للقصر وزي عادته حاطط اللسان حوالين بقه علشان ما يأذيش الملك. ولما دخل القصر وهو شايل الجرة وزع المية على كل الموجودين. شافه الملك واستغرب جدا، ده كان زمانه في عداد الميتين، هو ايه اللي جابه وازاي نجي من الخطة اللي انا عملتها؟ نادى عليه الملك وسأله: انت ايه حكايتك وحكاية اللسان ده ايه اللي انت حاطه دايما حوالين بقك؟ رد جميل: وزيرك يا مولاي قال لي قد ايه انت بتتضايق من ريحة بقي وبوضع اللسان أمرني وأنا ما أقدرش أضايقك أبدا يا مولاي. فسأله الملك: وباقة الورد اللي اديتها لك أنت عملت بيها إيه؟ رد جميل: أخدها الوزير وقال إنه أحق بيها مني. ابتسم الملك وقال: فعلا كان أحق بيها منك. هنا فهم الملك اللي حصل وكان، وفهم الخديعة والمكيدة اللي دبرها الوزير. وبعد أن مضى ما مضى وكان ما كان تنتهي الحكاية ولا يتوقف الزمان.